سوبرمان اتشاف من ناس كتير على الارض، لكن دلوقتي في ناس بتطارده، منهم العميله لويس لين من لازورس كورب. خلينا في فيديو النهارده نكمل مع ابسولوت سوبرمان، وسوبرمان رجع للارض لكن العميله لويس لين لسه بتطارده، وحان الوقت ان الاوميجا مان يظهروا على الساحه. ده العدد الرابع من ابسولوت سوبرمان، ولو انت ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت هتلاقيني سايبهم لك في الديسكريبشن تحت او في الاي اللي فوق. لويس لين بتكمل تحقيقاتها، لفت العالم كله، الهند، بوتسوانا، برازيل، روسيا البيضاء، المكسيك، فيتنام، جنوب افريقيا، الولايات المتحده، وكمان مصر. بتقابل الناس اللي شافوا سوبرمان، اللي اتكلم معاهم، اللي انقذهم. بتحاول تشرح ليهم انها عاوزه تساعده، وانها عارفه ان قوته خارقه، لكنها كمان عارفه انه مش قادر يتحكم فيها، فعاجلا ام اجلا هيأذي نفسه او اي حد تاني، فهو خايف وعاوز مساعده، وانا اقدر اساعده. بتحاول تقول لهم، لكن محدش منهم راضي يتكلم معاها، محدش راضي يسمع. الناس دي من الاخر مش واثقه في لازورس كورب، عشان خاطر عارفين هما بيعملوا ايه بجد في البلاد دي. انا مش بطلب منكم تثقوا في لازورس، انا بطلب منكم تثقوا فيا، وانا عارفه كويس ان الثقه دي لازم اكسبها. في مصر بتقابل ست فاقدة عينيها، لويس لين بتبص لها وتسألها بهدوء، مين اللي عمل فيك كده؟ بعد شوية عصاية لويس بتنزل مرة ورا التانية على بيس ميكر، والباقيين واقفين مش مهتمين بصوت الضرب اللي بيعلى مع كل مرة العصاية دي بتخبط في وشه وجسمه. سمعت انك بتحب تعذب الناس للمتعة، لويس لين بتقولها بغضب وهي بتبعد شوية. كرينشو هنا بيهز راسه وهو مليان دم، وبيحاول يقوم عشان خاطر يقول لها هقتلك، لكنه مش بيكمل كلامه لان لويس بتضربه في بقه وبتوقعه مرة تانية. فبعد محادثة ما بينهم بيرفع ايده اليمين، لويس لين مدت ايديها وكسرت صوابعه. فبعد ده كله احنا خلاص خلصنا هنا بيسميكر، ما عدا حاجة أخيرة أنت مقبوض عليك، قالتها وهي بتلف وبتبعد عنه. ولكن التحقيقات لسه مكملة، أخيرا الناس بدأت تتكلم، لكن مش بيقولوا لويس لين اللي هي عاوزة تسمعه. بيشرحوا ليها إنها مش بتلاحق سوبرمان علشان خاطر لازورس، هي بتلاحقه لأنها بمجرد ما حد يكون في حضوره ما يقدرش يمنع نفسه من إنه يبقى حواليه. كلهم قالوا ليها نفس الكلام، انهم بيتمنوا ان سوبرمان يفقد السيطرة، وانه يفهم ان الطريقة الوحيدة لانقاذ الارض هي ان يقتل كل فرد في لازورس. هو جه علشان خاطر كده، كلهم كانوا متفقين على ده. بعد فترة لويس لين بتلاقي نفسها في موقع معركة حصلت بين سوبرمان وحد تاني في باكستان، وبتبص على الدمار اللي حوالين المكان. سوبرمان لو كنت سامعني، اصحابك غلطوا، انا مش بجري ورا العاصفة، انا العاصفة ومش هتقدر تهرب مني للابد. همست بالكلام ده، لكن فجأة أفكارها اتقطعت بصوت تليفونها وهو بيرن. لويس لين ضغطت على الزر وردت على المكالمة، وكان والدها على الخط. ايه اللي بسمعه ده عن انك رافضة الحراس بتاعتك؟ بيسألها بصوت غاضب وهو بيبدأ كلامه. لويس لين شرحت ليه انها بتحاول تكسب ثقة الناس، ومش هتقدر تعمل كده وهي ماشية وسط كتيبة من رجال الأمن المسلحين. الجنرال بيرد عليها ببرود، أنا شفت فيديوهات عن سوبرمان اللي انت بتطرديه، تلاقيه تخلص عليه، تاخدي وسامك وانت ماشيه. لكن لويس لين هزت راسها وقالت ايوه هو سبب دمار بمليارات الدولارات، ولكن عدد اللي ماتوا على ايده صفر، هو مجرد مش عارفه واحد كده شكله هادي وبياخد الامور ببساطه زي الهيبنز في بيته. الجنرال لين لبس رجليه الاصطناعيه المصنوعه من تكنولوجيا لازورز وخرج للبراندا. طيب خدي بقى رجال البيس ميكرز معاكي يا عاملين، الخوف دايما امن بكتير من الثقه، افتكر ده كويس. كل مره الجنرال لين قالها بصوت حاسم. لويس اخيرا استسلمت للنقاش مع ابوها وقفلت التليفون. بعد فتره نزلت من قاعده دوريات لازورز ودخلت المدينه، وامرت فرقه البيس ميكرز انهم يفضلوا في الخلف. بدات تتحرك وسط السوق وهي بتراقب الناس اللي حواليها، وعدت جنب رسمة على الحيطان بيحذر من وصول أوميجا مان. فضلت ماشية حاسة إن في حد ماشي وراها على مسافة قريبة. في الوقت ده بيس ميكر سميث اتأمر يخضع لجلسات علاج نفسي عن طريق برنامج برينياك. حاول يشرح ليهم أنا ما كنتش قادر أتحكم في نفسي، الراجل ده كان بيرمينا زي العرايس كأننا ولا حاجة، والناس كانوا بيتفرجوا وبيضحكوا، كانوا مستمتعين باللي بيحصل، لكن البرنامج هنا برنياك قطعه بدون اهتمام. ايوه كنت في حالة صدمة بسبب اللي اتعرضت ليه على ايد سوبرمان، وسلاحك طلع طلقة بالغلط في محيط مدنيين غير مسلحين. برنياك هنا بيقول الجملة دي ببرود وكأنه مش سامع سميث اصلا، لكن سميث هز راسه بعصبية وقال لا 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 انا ما كنتش بقصد اضرب بالغلط، انا كنت فعلا بحاول اقتلهم. فكان بيبرر لنفسه انه اتدرب علشان خاطر يحافظ على السلام باي تمن.
في اوقات بحس ان ممكن اعمل حاجات وحشة جدا، لكن اثناء كلامه بيتقطع مرة تانية وبرينياك بيرد عليه بنفس النبرة الآلية. برينياك فاهم اللي بتقوله، سلاحك حصل فيه عطل، الطلقة خرجت بالغلط، السلاح هيتسحب للصيانة وهيتم تسليمك بندقية جديدة. سميث هنا حاول يعترض وهو بيصرخ: لا لا لا، انت مش سامعني ولا ايه؟ انا عاوز اكلم بني ادم حقيقي، مش مجرد خوارزمية غبية. لكن النظام بيتجاهله بالكامل وامره بالرجوع للخدمة قبل ما يفصل عنه ويغرقه في ظلام صامت. فبيمس بالكلام ده بصوت متقطع وهو مش واخد باله ان في حد بيراقبه، حد عارف ان برناك مش مجرد برنامج. في نفس اللحظة لويسلين دخلت زقاق ضيق مستنية اللي بيتابعها علشان خاطر تقفله الطريق. سحبت مسدسها بسرعة ووجهته ناحيته. انت مين؟ سألت لويسلين. الشاب اللي قدامها كان شعره احمر ورفع ايديه فورا. الموضوع مش زي ما انت فاكره، قال لها بصوت هادي. لويس اتحركت بسرعه ورا ظهره، مسدسها ما تهزش لحظه. انا شايف انك واحد من الاوميجا مان وجاي تقتلني، ردت عليه بحسم. الشاب هز كتافه وقال طيب ممكن نقول انه شبه اللي انت فاكراه بس مش بالظبط. بسرعه وضح ليها انه مش جاي يقتلها، هو عاوز يتكلم معاه عن الحقيقه ويفهمها اللي حصل على لازورز وكل اللي بيعمله حوالين العالم. لازورز مبني على كذبه كبيره، وانتي ست ذكيه عمرك ما فكرت لو كنت فعلا في الصف الصح، قال لها الشاب بصوت هادئ. وفجاه ماسك وقع على وشه والحواري بدأ يكون فيها ضوء ساطع. لويسلين رفعت ايديها تحمي وشها، اتعمت للحظات وما شافتش الشاب وهو بيلف بسرعه وبيسحب سلاحه، لكن لويس كانت محترفه، ضربته بكل قوتها في بطنه. لو كنت فاكر اني مش متدربه على القتال وانا معميه يبقى انت مش عارف عني حاجه، قالتها وهي بتأمره يفضل على الارض. بس الشاب لف بحركه سريعه وضربها ووقعها هي كمان على الارض، والاتنين سحبوا اسلحتهم في نفس اللحظه. بعد كل اللي شفتيه في الاسابيع اللي فاتت، المعاناه اللي لازورز جابتها للعالم، كنت متوقع انك تبقى مستعده تقبلي الحقيقه. الشاب بيتكلم معاه لكنه هز راسه وسمح للماسك انه ينزل من على وشه. ما فضلش عندي غير حاجه واحده بس اقولها لك، اهربي دلوقتي. وفجأة صوت طلقات نارية انفجر حواليهم. لويس هنا لفت بسرعة وجريت ناحية أقرب غطا من قناص قريب. في الوقت اللي الشاب بيصرخ لزمايله استنوا ما تضربوش، لسه ما ممكن أوصل ليها، أنا عارف إن أقدر. لويس بصت من مكانها في محاولة تحديد مكان القناص، لكن فجأة جهاز الاتصال بتاعها رن. هنا نظام الاستجابة التلقائي برينياك تم رصد إطلاق نار جاري طلب الدعم. النظام قال الجملة ببرود تام متجاهل أي حاجة بتحاول لويسلين تعملها. لويس هنا بتتكلم: انا اقدر اتعامل مع الموقف، لكن حراس بسميكر كانوا خلاص اتحركوا من قاعدة الدورية طالعين بأسلحتهم الكاملة بسرعة. حارس السلام اللي يسمى سميث كان معاهم بعد ما استلم سلاح جديد بيهمس لنفسه وهو بيجري معاهم داخل المدينة السلام بأي تمن. في اللحظة دي لويسلين رفعت سلاحها بسرعة وأمرت برنامج برينياك إنه يستخدم طلقات غير مميتة. قال لها مفهوم جاري تحميل. برضه بيتكلم بصوت بارد. بدت تشتمه لويسلين، لكن فجأة حد لف من ورا الركن وضرب سلاحها قطع نصين. العميلة لين ناديني بريمس، أنا صديقة قديمة للعيلة. بريمس خرجت من الظلام مسلحة بسيف طاقة ولوحت بيه بسرعة ناحية لويس اللي بالكاد قدرت تصد الهجوم بعصاها الكهربائية. ايه أخبار الجنرال الأيام دي؟ أقصر شوية من آخر مرة شفته فيها، فقالت لها بسخرية. لكن الشاب اللي اسمه ألفا كان هناك، رفع مسدسه ناحية الاتنين وقال ممكن تهدوا لحظة ونتكلم. وهنا بقى فجأة غبار أحمر انتشر حواليهم والأوميجا مان طاروا بعيد من تأثيره. لويس رفعت راسها بسرعة وعينيها اتسعت وهي شايفة سوبرمان بينزل في وسط الشارع قدامهم. سوبرمان احنا الأوميجا مان وجاهزين نساعدك في حربك ضد لازورز. برامز جريت عليه بحماس، لكن سوبرمان لف وضربها بعيد بضربة واحدة. لويس بصت له بغضب، وهنا بقى عينيه بدأت تلمع باللون الأحمر. ابعدي عني وما تدوريش عليا تاني. سوبرمان قال لها بصوت خشن، لكن لويسلين هزت راسها بإصرار، حاولت تشرح له إنها بس عاوزة تتكلم معاه. قبل ما تكمل حراس السلام وصلوا مسكوا لويسلين وسحبوها بعيد، ولكن التانيين وجهوا أسلحتهم ناحية سوبرمان. حارس السلام سميث صرخ وهو بيرفع سلاحه فاكرني يا صاحبي، لكن سوبرمان بص ليه لحظة كده وبهدوء قال له لا، وبعدها نفخ عليهم دفعة واحدة اتجمدوا كلهم في مكانهم. لويس حاولت تخرج من قبضتهم تمد ايديها ليه، لكن سوبرمان كان خلاص قفز في الهواء وطار بعيد. وللأسف لويسلين ما كانش عاجبها الوضع، صرخت بغضب وهي بتلف بسرعة ناحية الجنود المتجمدين وفضلت تزعق فيهم. وهنا بقى المواطنين القريبين كانوا بيتفرجوا عليهم ويضحكوا على وضع حراس السلام المذل. في مكان قريب بريمس وألفا كانوا مستخبيين، لكن بريمس ما كانتش مبسوطة خالص. اللي حصل ده بسببك، كان عندك فرصة تخلص على لين وضيعتها، قالت له كده بغضب. لكن ألفا ما كانش سامعها، كان مركز في الصورة على موبايله، صورة أخدها لسوبرمان وبتقول له أنت سامعني يا أولسون؟
بتسأله لكن هز راسه بهدوء قال ناديني جيمي. بعدها شرح ليها انه مقتنع ان لويس محتاجة وقت بس عشان خاطر تفهم انها واقفة في الصف الغلط. ولكن بعد كده حارس السلام اللي يسمى سميث اتفك من الجليد لكنه كان غاضب بيصرخ بغضب وسلاحه شغال طلقات. باقي حراس السلام حاولوا يوقفوه مسكوه وحاولوا يربطوه. سميث كان بيحاول ان هو يستوعب ايه اللي بيحصل بالظبط لكن لما بص حواليهم كل المدنيين كانوا ماتوا. قائد سميث وقتها صرخ فيه وبيشاور على الجثث بتوع المدنيين المنتشره حواليهم. مش كتير يا بطل بس انت جبت لينا مصيبه على دماغنا وبس. علشان هنا ينتهي العدد الرابع من ابسولوت سوبرمان. حراس السلام عملوا مصيبه وسوبرمان مش هيكون مبسوط لما يعرف. والسؤال هنا هل في حد يقدر يوقف غضب سوبرمان؟